مجتمع البحث وهو فروع بنوك القاهره وبنك الاهلي وبنك مصر مدينه سوهاج. وخاصه احنا بنتكلم على الذكاء الاصطناعي والتطور العلمي، مش محتاج تواجد بالشخصي، يعني ممكن ببعت قوام الاستبيان والقوام بتجيب. ان انا بركز على فروع زي برضه التحول الرقمي. كان من الافضل او ان انا ابتدي اركز على قطاعات ثانيه، وخاصه عندنا قطاعات للتحول الرقمي، عندنا قطاعات الشمول المالي، بيبقى متخصصين اكثر في جزء الذكاء الاصطناعي في مفاهيم ممكن العاملين في الفروع ما يوصلوش المعنى المضمون منه. مصطلحات محتاجه متخصص. صفحه 166 الجزء بتاع نظم الخبيره او الشبكات العصبيه. المصطلحات دسمه شويه وعايزه متخصص. مش هطول، هي موضوع التوصيات. معظمها توصيات هامه لكن محتاجه تحديد شويه. هي محتاجه تكون سمارت شويه. لما بخش على التوصيه الاولى بقول تحليل بيانات العملاء. يعني هل العملاء الودائع، عملاء التمويل العقاري، عملاء مثلا منطقه سوهاج عايزه تحديد. التوصيه بتاع تقييم مخاطر الائتمان. نتائج تطبيق زياده المستفيدين من القروض. طب ازودهم بكام؟ يعني بنسبه كام او عدد كام؟ نشكر حضرتك ونتمنى لك التوفيق، وان شاء الله يكون تضيف لمؤسستك بقى بهذا البحث الهام. شكرا لحضرتك. بنشكر الدكتور احمد نعماني على الملاحظات القيمه اللي ابداها للباحث.